السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وعواشركم مبروكه. ان شاء الله يدخل هذا الشهر ديال رمضان علينا وعليكم بالصحه والراحه ان شاء الله. وباش ما تمنيتوا، هنا غادي نبدا معكم الشباكيه بقياس كيلو ديال الدقيق مع اسهل طريقه ديال التشبيك. تبعوا معايا الطريقه والمقادير. اول حاجه عندي هنايا المقادير اللي غادي غنحتاج ندير كيلو ديال الدقيق اللي كيكون عندنا مغربل بطبيعه الحال. كنغربلوه باش كيولي هكا رطب وكيجينا زوين في العجينه. غادي نحتاج هنايا كاس عامر ديال اللوز هنايا انا طحنته بقشور وغير مسحته مزيان في شي فوطه وكنطحنوه هكا كيولي مطحون مزيان. كندوزو هكا في شي شبيكه مع كاس ديال الجنجلان حتى هو كنطحنوه وكندوزو هكا في شي غربال ولا شبيكه. وعندي كاس ديال الزبده مذوبه، كاس ديال الزيت. انا هنا احتاجت زيت الزيتون، بحق زيت الزيتون حلوه ماشي حاره. عندي 4 كاس ديال الماء زهر و4 كاس ديال الخل. غادي نحتاج رشيشه ديال الملحه. وهنا عندي التوابل اللي غنحتاج شويه ديال المسكه الحره مدقوقه ولا مطحونه. غادي نديرو هنا معلقه ديال النافع مطحونه ومغربله، ومعلقه ديال حبه الحلاوه حتى هي مطحونه ومغربله، معلقه صغيره ديال القرفه عامره، ومعلقه عامره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال خماره الحلوه. بالنسبه للخرقوم هنايا الا كان عندكم الزعفران حر ما ديروش، ديروا الزعفران حر في البلاصه ديال الخرقوم. وإلا ما كانش الزعفران حر ديروا الخرقوم احسن من المناول الاخر اللي كيكون اصطناعي. راه الخرقوم كيجي حتى هو زوين وصحي وكيعطينا لون زوين في الشباكيه وانتم غادي تشوفوا معايا. وغادي نديرو دابا غادي ندوزو نخلطوا هاد المقادير ديالنا كاملين مع بعضياتهم النواشف ونخلطوهم مزيان مع الدقيق حتى ما يبقاوش ديك الكويرات باينين لنا باينين في الدقيق ديالنا. كنديروا رشيشه الملحه ما نساوهاش. وهذيك المسكه الحره هنا الا ما كانتش متوفره عندكم المسكه الحره راه ماشي مشكل، واخا تفاداوها راه ما كيكونش شي فرق كبير. صافي كنبقاو هكا ندوزو نحكو مزيان هذيك الكويرات. والا كان هنا شتو ما بغاوش يتحول دوزوه في الغربال، يعني هكا تكون ديك الغربال اللي كيكون عنده يكون واسع ولا شي شبيكه هكا تكون واسعه. هكا كيسهل عليكم الخدمه. هانتوما كما شفتوا ما كيبقاوش ديك الكويرات كاع. وكندوزو نديروا الزيت والزبده ديالنا وكنبسبسو مزيان هاد الخليط حتى كيولي هكا على الشكل. وكندوزو نديرو ما زهر والخل ديالنا. الماء كنعمرو كاس ونبقاو نجمعو به العجينه شويه شويه. يعني الماء كنديروهم عيني ميزاني كيف ما كيقولوا عيني ميزاني. هكا غادي نبقى نرش رشيشه رشيشه حتى تجمع لي العجينه ديالي. هانتوما خدات لي هنايا كاس ونص ديال الماء. كيف ما قلت لكم كنبقاو غير الشوح شويه هكا في يدينا وحنا غاديين بشويه علينا حتى كتجمع لنا العجينه ديالنا. هكا فاش كنحسوا العجينه ديالنا صافي راه بدات تجمع كنجمعوها على هذا الشكل هذا.
ونحطوها على شي طبلة ولا سطح العمل، وكنبقاو نعجنو فيها هكا مزيان باش كيدمج داك الخليط ديال المقادير اللي ضفنا مزيان، وكتسهلنا العجينه كترطب واحد شويه. من بعد كنحربلوها هكا على هاد الشكل هذا، وكنقطع قطع صغار هكا ولا على حسب البلاصه فاش غتطلقوا العجينه ديالكم صافي. وكنكورو كويرات صغار وكنخليهم يرتاحوا باش كيساعدونا في الخدمه. وهكا غادي نخليهم يرتاحوا واحد نص ساعه حتى لساعه. من بعد كنطلقوا العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا ب هكا بشي دلاك ولا شي حاجه، المهم حتى كتولي العجينه ديالنا رقيقه. شحال ما رققنا العجينه ديالنا كتجي زوينه. وكنقطع القطع، هنا انا كندير ستة ديال الاشرطه هكا، كنشرط 6 ديال القطع ستة كنقطع فيها صافي. وكنجي كنطوي هكا الشباكيه ديالي ساهله كيف ما غادي نشارك معكم. هذه اسهل طريقه. غادي نديرو هكا، نزديو هادو ونقلبو بحال هكا ساهل. هنا البنيتات ديالكم صغار يعاونوكم في الشباكيه ديالكم كتجي ساهله. كنقطعو هكا 6 وكنطويو جوج على جوج، كنحلو هكا شويه الوسط وكنزديو هاد جوج جنيبات وكنقلبو الشباكيه ديالنا. هانتوما كتجي غزاله، كيجيو ثلاثه في جهه ساهله، كل واحد يعرف له. كاينه هذه اللي غادي نديروها، كنهزو وحده ونطلقوا وحده حتى هي سهله بالحق. الاخرى كتجي سهله لكل واحد. هذه ديال خمسة الاشرطه، ماشي بحال الاخرى فيها 6 صافي. وكنقلبوا هكا كنحطوا العجينه الشباكيه ديالنا كتجي حتى هي على هذا الشكل صافي. كندوزو هكا كنقطعوا ونخليوها هكا حتى نصاوبوا الشباكيه ديالنا كامله. عاد كندوزو نقليو. هنا الزيت ديالنا كيكون سخون حتى كيسخن، وكنرجعوا النار كنقصوها يكون متوسطه هكا باش ما كتحرقناش الشباكيه ديالنا، وكطيب مزيان. فاش كنحسوا بها طابت كندوزوها في العسل ورشوها من بعد شويه بالجنجلان ولا اللوز اللي متوفر عندكم. الشباكيه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، كتشهي تبارك الله بالصحه والراحه وعواشركم مبروكه ان شاء الله يا ربي تدخل على جميع المسلمين بالصحه والهنا. وهنا غادي نقول لكم شكرا على المشاهده ومع السلامه.